cyber world. I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons, exploring the unknown cyber realm. مساء الخير عليكم. النهاردة هنشوف حاجة قوية جدا. هنخلي الكمبيوتر يتكلم بصوت عربي من خلال كود بسيط هنطبقه على جوجل كولاب. يعني تكتب له جملة وهو يرد عليك بصوته. تخيل كده صوت روبوت بيتكلم عربي بصوت أو صوت إنسان كأن حد حقيقي بيقرأ. موضوع شيق جدا. خلينا نشوف. أول جزء هنا هنبدأ بتحميل الأدوات، وفي أول سطرين بنقول لجوجل كولاب نزل لي الأدوات اللي محتاجها عشان أشتغل على تحويل النص لصوت. ودي مكتبات بتكون معروفة زي مكتبة ترانسفورمرز، فونيمايزر، وتورش وغيرهم. حاجات تانية كتير كده بنسميها dependencies أو الأشياء اللي احنا بنعتمد عليها. وهنا بنعتمد على موديل جاهز حصلنا عليه من على هاجنج فيس. الموديل ده كل وظيفته انه بيشتغل في الخلفية وبيحول النص المكتوب لصوت، وده بيكون واضح لما بنطبق البايب لاين اللي قلنا من قبل كده انها بتعتمد على 2 بارامتر، منهم التاسك اللي هي بتقوم بيها واسم الموديل اللي بتطبق عليه. هنا بقى في الفاريبل اللي اسمه تكست هنخزن النص اللي احنا محتاجين نحوله لصوت. ببساطة هنا احنا بنقول له يا موديل هنديك النص العربي وانت تنطقه لنا بصوت معين. هنتكلم في الخطوة الجاية ازاي بقى هنختار الصوت اللي هو هينطق بيه. خلينا هنا نشوف ناتج الصوت ايه. Programming is the process of creating a set of instructions called code that a computer can follow to perform specific tasks. It involves writing, testing, and maintaining code in specialized languages to solve problems and build software, applications, and systems. تالت حاجة بننزل داتا فيها نبرات أصوات حقيقية، واخترنا الصوت رقم 100 كمثال، وده اللي هنستخدمه عشان الموديل يتكلم بنفس النبرة دي. خليني أقول لكم حاجة، إن السطرين اللي قدام حضراتكم دول بيكونوا جاهزين ومشروحين أصلا في الموديل اللي احنا بنشوفه على هاجنج فيس زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. دول يا دوب بناخدهم وبنختار رقم الصوت اللي احنا عايزين ننطق بيه، يعني الجمل أو الكلام اللي هنحوله من نص لصوت. واحنا هنا على سبيل المثال اخترنا الصوت رقم 100. ممكن تغير الارقام دي زي ما انت عايز. هاي بايثون اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، لكن هعيد الحته دي تاني. السطر ده بيشغل لك الصوت جوه صفحه الكولاب، بيظهر لك زر تشغيل تقدر تدوس عليه وتسمعه. اعتبروا ان اي بايثون اوتو دي مكتبه واحنا بنستدعيها علشان ببساطه نقدر نسمع الصوت او نتست ان احنا شغالين بالطريقه دي. خلينا كده نرن الكود ونشوف النتيجة. البرمجة هي عملية كتابة التعليمات والأوامر التي تحدد كيفية عمل الحاسوب أو أي جهاز آخر تستخدم لغة برمجة للتعليمات. وده كان مثال بسيط ازاي تقدر تحول نص لصوت عربي باستخدام موديلات الذكاء الاصطناعي. تقدر تستخدمه في فيديوهاتك، كتب مسموعة، أو حتى تطبيقات تفاعلية. جرب بنفسك وابدأ تحول النص لصوت كأن عندك مذيع خاص بيك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنانا في الحلقة الجاية. أنا إيمان.